ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. في فيديو النهاردة هنعمل صوابع زينب، وصفة مصرية أصيلة جميلة جدا، وبنبقى مش عارفين طريقة تشكيلها ازاي، وهي طريقة تشكيلها سهلة ومقاديرها كمان بسيطة. هتعمليها أحلى من محل الحلواني، وهتطلع معاكي شكلها تحفة جدا، دايبة جميلة لذيذة. المقادير بتاعتها مش صعبة، وهوريكوا أكتر من طريقة للتشكيل بحيث ان انتوا تقدروا تطلعوها بنفس الشكل وكمان بأشكال تانية مختلفة. تعالوا بقى نسمي الله ونشوف الطريقة. أول حاجة هنعمل السيرب بتاعنا أو الشربات. معانا كوبايتين من السكر، هنضيف عليهم كوباية من المية. أنا هنا حاطة مية دافية بس عشان أدوب السكر بسرعة، لكن عادي ممكن تحطي مية باردة عادي جدا. وهضيف كمان معلقة من عسل الجلوكوز. طيب فايدة عسل الجلوكوز ايه؟ فايدة عسل الجلوكوز ان هو بيمنع تسكير السيرب، غير كده ان هو بيدي اللمعة اللي بنشوفها في الحلويات دايما عند محل الحلواني. وكمان لما بتيجي تاكل الحلويات بتاعتك ما بتبقاش التسكيرة بتاعتها يعني تحس ان هي جازعة قوي، لا بيبقى السكر بتاعها مظبوط. تقدري تستغني عنها طبعا لو مش موجود. وبنضيف فانيليا باودر وعصرة من الليمون، وبنديهم تقليبة، ويدوب بيغلوا غلوتين اتنين على النار، وبنطفي عليهم زي ما هنشوف دلوقتي. انا محتاجه سيرب تقيل في المقدار دوت مظبوط، متخلوش يغلي ياما معاكي علشان ما يتقلش منك قوي. يدوب يغلي غلوتين، وبيكون معايا كده فرشه فيها ميه، بعمل بس كده الجوانب بتاعه الحله عشان بلورات السكر ما تسكرليش السيرب. ونسيبه بقى يبرد وكده يبقى خلاص جاهز. بعد كده معايا تلت كوبايه من الميه، فيها نص معلقه من السكر ونص معلقه صغيره من الخميره، وما تزودوش في الخميره علشان احنا عايزين الرسمه بتاعتنا تطلع مظبوطه وشكلها حلو، مش عايزين الرسمه تروح مننا في التسويه. بعد كده في بوله هيكون عندي ربع كيلو من الدقيق الابيض المنخول، دقيق جميع الاغراض. هضيف عليه 100 جرام من دقيق البسبوسه او دقيق السميد او دقيق السيمولينا، كلهم نفس الاسماء واحد. ورشه من الملح، وهبتدي اخلطهم كويس جدا مع بعض. هتشوفوا بقى الربع كيلو ده هيعمل لنا كميه حلوه جدا، طبعا تقدري تعملي اقل او اكتر. بعد كده معايا 60 جرام من السمنه على زيت. تقدري تضيفي سمنه بس وتقدري تضيفي زيت بس، لكن ميكس السمنه مع الزيت بيدينا الذوبان وفي نفس الوقت سنه القرمشه اللذيذه. ببتدي افرك الدقيق كويس جدا بالسمنه بالشكل ده. انا عايزه كل حبات الدقيق تتغلف بالسمنه، لازم نفضل نعمل كده لغاية لما الدقيق يختفي تماما ويبتدي كله يتغلف بالزيت او السمنة اللي احنا حاطينها. ممكن طبعا تضيفي زبدة وزيت مفيش مشكلة، او سمنة وزيت مفيش مشكلة، او سمنة بس مفيش مشكلة، زيت بس مفيش مشكلة. كل دول ينفعوا معاكي. بنفضل بقى نعمل كده لغاية لما نلاقي اللون الدقيق ابتدى كده ياخد لون السمنة او الزيت وابتدى يصفر شوية واختفى اللون الابيض. لما بضمها كده بايديا بتتجمع، ولما بدوس عليها بتتفتفت تاني بسرعة كده يبقى تمام. بعد كده ببتدي بقى اضيف الخميرة اللي احنا عملناها، وابتدي اعجن او الم المكونات كده بالمية. نسبة المية هنا مش محددة، احنا بنضيف مية شوية شوية. يعني انا ضفت تلت كوباية، وبعد كده هبتدي اضيف معلقة معلقة لغاية لما العجينة تلم معايا. هوريكم الجزء ده كده بالظبط. هتفضلي تضيفي كده معلقة معلقة وتلمي كده العجينة بايديكي لغاية لما كل العجينة دي تتلم تماما وتبقى كورة كده معاكي، عجينة ناعمة ومتماسكة. ما تزوديش في مقدار المية، وضيفي المية شوية شوية. هنا ما اقدرش اقول لكم نوع المية بقى كمية المية بالظبط علشان الدقيق بيختلف. كده اتكونت معانا عجينة بالشكل ده. بنسيبها ترتاح يا دوب 5 دقايق او 10 دقايق بالكتير، هي مش بتخمر خالص. هسيبها بس ترتاح كده 5 دقايق، ونجهز بقى القطاعات والبصمات بتاعتنا اللي احنا هنعمل بيها الصوابع زينب. بعد 5 دقايق هبتدي احطها كده على الكاونتر او على الرخامة، وابتدي اقسطها او اقطعها كده بالشكل ده.
زي ما احنا شايفين كده انا هقطعها لقطع صغيرة، القطعة حوالي 10 جرام، وده حجم مناسب جدا. ببتدي ابرمها كده بالشكل ده او ارولها كده، اعملها صوابع صغننة، ومش بعمل الكمية كلها، انا بعمل الاول الجزء اللي هو مثلا نص العجينة، وبعد كده ببتدي اكمل الجزء التاني. او ممكن ابرمها كلها، لكن التشكيلة الاخيرة مش بنعملها كلها مرة واحدة، هوريكم دلوقتي ازاي. هي سهلة وبسيطة وتكنيكها سهل جدا، اهم حاجة بس تعملي المقادير بالظبط والخطوات اللي هقولك عليها. ببتدي ابرمها كده بالشكل ده. زي ما قلت لكم القطعة بتكون حوالي 10 جرام، ما بتبقاش كبيرة لان هي لسه حجمها هيتضاعف تاني في الزيت. وممكن تعمليها على ايدك كده بمنتهى السهولة، مش هيفرق معانا قد بعض او يعني الطول واحد او شكل منتظم او لا. اول حاجة انا جبتها هنا، جبت البصامة العادية بتاعتنا بتاعت الكحك، وبنعمل كده بنفرد العجينة ونبتدي نلمها كده بالشكل ده، وبتدينا الشكل ده. طيب لو مش عندك دي تقدري تعملي على الشيالة بتاعت البطاطس، دي موجودة عندنا في كل بيت. هنبتدي نفردها كده بالشكل ده، وبعد كده نلم العجينة بشويش بالشكل ده. سهلة جدا ومفيهاش اي مشكلة. اوريكم واحدة كمان. نفرد الصوابع الصغيرة اللي احنا عملناها كده، ونبتدي نلمها كده بالشكل ده. والبصامة برضو زي ما قلت لكم بنفس الشكل بنعملها كده، ونبتدي نرولها كده، ويطلع معانا بنفس الشكل اللي احنا بنشوفه بره. او لو عندك الشبكة بتاعة البطاطس اللي هي المربعات، ممكن تعملي برضو فيها. طيب ما عندكيش اي مصفى عادي زي كده عليه اي شكل، على فكرة ممكن تعمليها باي شكل بس تديكي الشكل، مش لازم تطلع شكلها زي بره. ده بيدينا الشكل المحبب كده بالشكل ده. لكن انا هعملهم بقى، هكملهم على شكل البصمة ده عشان بيبقى شكلهم زي بره بالظبط. سهلة قوي، بصوا مش بتاخد وقت خالص. الكمية اللي انا هشكلها هبتدي اقليها على طول، بيكون ساعتها موجود معانا زيت على درجة حرارة متوسطة على النار. ما بنشكلش العجينة ونسيبها، لو شكلتي العجينة وسبتيها هتيجي الرسمة بتاعتك دي هتروح في الزيت تماما، لان هي هتبتدي تخمر، ولما تيجي تحطيها في الزيت الرسمة بتاعتك هتروح. لازم اللي تشكليه، الجزء اللي تشكليه على طول تقليه. والافضل انك انتي تكوني بتشكلي وترمي على طول في طاسة الزيت، ده اللي انا بعمله. بس انا هنا حبيت بس اوريكم ان احنا ممكن يعني نشكل مثلا 10 15 قطعة على قد الطاسة بتاعتك، على حسب الكمية اللي انتي بتحطيها، ونبتدي نقليها على طول. مهمة جدا 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 العجينة ما تخمرش. مهم كمان جدا ان احنا ما نسيبش العجينة متشكلة وبعد كده نبتدي نحطها في الزيت. زيت درجة حرارة متوسطة بنبتدي نحطه كده في الزيت زي ما انتوا شايفين. في الاول بتكون في قاع الطاسة او الحلة، واول ما بتبتدي ان هي تنتفخ بتبتدي تعلى كده لفوق. ما يكونش الزيت بتاعك سخن جامد، وفي نفس الوقت ما تزحميش الطاسة او الحلة بتاعتك علشان تاخد راحتها وتستوي معاكي كويس. ما بتقلبيش خالص في المرحلة دي، لان هي لسه عجينة، ممكن لو قلبتيها ممكن تتجرح منك او تتقطع منك وتتفتفت. اصبري عليها شوية لغاية لما تبتدي تاخد لون، اول درجات اللون الاشقر الفاتح خالص، ممكن ساعتها تبتدي تقلبيها. شايفين بعد ما انتفخت كده بتبتدي تعلى على وش الطاسة. في المرحلة دي بقى كده خلاص انا ممكن اقلبها، لان هي كده بتكون عملت طبقة كراست او قشرة خارجية تحافظ على صباع زينب ان هو يفضل سليم. لكن اول ما بتحطيها بتكون لسه طريه، بنفضل بقى نقلب فيها كده لغايه لما تاخد معانا اللون الذهبي الجميل، وبنقلبها طبعا كويس علشان تاخد اللون يكون واحد. بطلعها من الزيت السخن على السيرب التقيل البارد. خطوه مهمه جدا، لازم تكوني عامله السيرب من قبلها ويكون بارد معاكي. لو سبتي السيرب يغلي شويه والسيرب تقل منك، تقدري ان انت تخففيه بشويه ميه سخنه وتديله غلوه تاني، هيبتدي يرجع القوام بتاعه للقوام المظبوط. بنطلعها بقى كده بالشكل ده، وبنبتدي نحطها في السيرب البارد، وبنسيبها دقيقتين 3 كده علشان تشرب سيرب كويس. وبعد كده بطلعها من السيرب ده على مصفى، عشان لو في اي زيادة في السيرب
مصفى وتحت منه طبق كده علشان نتخلص من اي سيرة زيادة. بصوا بقى الرسمة طالعة زي ما هي بالظبط، مفيش اي حاجة اتغيرت، مفيش اي حاجة راحت، هي بس حجمها زاد شوية لكن الرسمة قاعدة زي ما هي بالظبط. وده علشان احنا مخمرناش العجينة، قطعنا وقلينا على طول. وصفة من الوصفات السريعة حلوة جدا لذيذة قوي. تقدروا طبعا تحفظوها معانا لوصفات الحلويات في رمضان. وان شاء الله هنبتدي ننزل بقى واحدة واحدة الحلويات بتاعة رمضان علشان الوقت بيكون ضيق، ما بنلحقش ننزل كل حاجة في شهر رمضان. ان شاء الله هنعمل برضو الزلابية، وهنعمل بقى البسبوسة، وهنعمل البقلاوة بأشكال مختلفة، والكنافة برضو بأشكال مختلفة. بصوا ده الشكل اللي احنا عملناه ده اللي على البسطرمة، والتاني المخطط ده اللي عملناه على الشيالة بتاعة البطاطس. حلوة قوي، دايبة ومرملة وجميلة ولذيذة، وكمان مش بتاخد منك اي وقت خالص. المقادير بتاعتها بسيطة. شايفين اهم حاجة ان الرسمة بتاعتها كلها ثابتة، وكلها لونها حلو، اخده كلها لون واحد. مهم جدا درجة الحرارة تكون متوسطة، ما تعليش قوي النار بحيث ان هي تستوي من بره وتاخد لون بسرعة وتلاقيها معاكي عجينة من جوه. خلوا بالكم من النقطة اللي بقولها لكم دي، هي دي سر نجاح الوصفة. تعالوا بقى نشوفها من جوه. بصوا طيبة ومرملة ازاي، تحفة جدا. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم، وكل الوصفات اللي انا بقدمها اتمنى انها تعجبكم. ولو اول مرة تشوفوني اتمنى ان انتوا تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. عايزة اعرف رأيكم في التعليقات. شايفين دايبة دوبان. جربوها وقولوا لي رأيكم. وصفة ناجحة 1000000% بمقادير مظبوطة. اشوفكم في وصفة جديدة وفان فود مع مورا. باي باي.